إذا بدأت يومك بابتسامة فاعلم أنك ستكسر التوقعات. أما إذا اتكأت على رمزية الرقم 10 في بلادك فاعلم بأن الملعب لمن حضر بالروح والعزيمة. وإذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. الرايات لم ترفرف وحدها، الأرواح كذلك آمنت أن المجد يصنع بالانتماء. ليوث الأطلس لم يختبئوا وراء أحلامهم، بل أعلنوها صراحة: نريدها بألواننا وتريدنا. ومن قرب المسافة كان ياسر، لقد فعلها كالكبار ونثر السعادة من طنجة إلى الجويرة. الزابيري تجاهل ألقاب الأرجنتين ال5 وزأر ثانية، والرهبة حضرت. ومن حضر في تشيلي أخطر من في المغرب. أننا على أعتاب الحلم. شمس الأرجنتين غابت لكن نجوم النهائي لم تغب عن سمائه. جرينتا أبناء المغرب حضرت بروح التكوين المحلي. الزهواني، الزابيري، الصادق وغيرهم. مواهب مغربية صقلت على أرضها وأينعت، وآن للعالمية أن تقطفها. من خرج حيا من مجموعة الموت تجاوز منتخبات من جل قارات العالم وتربع على عرشه للمرة الأولى في تاريخه. شباب المغرب ساروا على خطى رجالها، من صنعوا المجد في مونديال العرب في قطر وباتوا قدوة لناشئيها. هم الذين إذا رأوا حلما بنوا له مسكنا في القلب لا قبرا في الذاكرة. رفعوا سقف الأحلام، عانقوها، وأخبرونا بأن المغرب لا يحقق الإنجازات فقط، بل يصوغها بإيمان وصبر وحلم نطق به المغاربة. وما زال ديما مغرب.